السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عيدنا وهيصنا واتمرقعنا. نشوف بقى الامتحان اللي علينا عشان ربنا يسترها. تمام. اولا، انا مش عايزك تزعل على اي حاجة فاتت. اي يوم ضاع، اي حاجة، اي ساعة انت اتمرقعت فيها، اي حاجة ضاعت خلاص هي راحت لحالها ومش راجعة تاني. يا ريتني ذاكرت ومش عارف. خلاص خلاص يا بابا، خلاص. طب اللي حصل حصل، نركز بقى في اللي جاي. انا نقصت درجات كتير ويا ريتني ذاكرت خلاص. راحت، هتعمل ايه؟ مش هتعرف ترجعها. اي درجات انت نقصتها، انت بيتهيألك انت نقصتها، بس ان شاء الله كرم ربنا في التصحيح هيجبرك ان شاء الله. مش ما ينفعش تفكر فيها لان هي مش راجعه. ده اول حاجه. ثانيا، الوقت اللي ضاع، سواء كنت نمت، سواء كنت لعبت، سواء كنت اتفسحت، سواء كان راح لحاله خلاص. مش هينفع نفكر فيه تاني. نفكر في اللي جاي. النهارده اللهم صل على النبي تاني ايام العيد. احنا بنتكلم ان النهارده يوم 7/6. عندي امتحان يوم 14/6. يعني انا عندي من 7/6 ل 13/6، بنتكلم في 6 ايام. تمام زي الفل والله. 6 ايام ببركة 10 ايام. تمام. المهم ان انت فصلت. فنركز في اللي جاي. اولا، امتحان الفيزياء في الثانويه الازهريه مش يعني ايه، مش اي حد بيقفله. انت لو جبت في يعني ايه في رينج من 56 ل 60، انت كده زي الفل. زي الفل والله العظيم. فما تزعلش. اعرف واحد صاحبي، الله يديه الصحه ويبارك فيه يا رب، هو اللهم صل على النبي كان توب في الفيزياء 52. اللهم صل على النبي يا رب، ربنا يحفظه. بس هو اولا هو ما كانش تعبان خالص، هو كان اجتهد وعمل كل اللي عليه. النتيجه دي مش بتاعتك، النتيجه دي بتاعت ربنا. انت جبت كام يا دكتور في الفيزياء؟ انا جبت 58. تمام. تمام. بعدين اولا، هل انت زعلان يا دكتور؟ والله ما زعلان لان مفيش اي حاجه تانية تتعمل. خلاص ده نصيبي وقضائي وقدري. يعني انا لو تقول لي أو تعمل اي تاني في الفيزياء، اقسم لك بالله ولا ولا اعمل اي حاجه زياده. خلاص. ده اللي حصل حصل وما كانش هيحصل اكتر من كده. طب يا دكتور احنا عايزين خطوات كده عمليه ان انا امشي في الفيزياء دي في ال6 ايام دول. اولا هم مش 6 ايام، هم 4 ايام. انت بتقول ايه؟ 6 ايام؟ لا ما حضرتك مش 6 ايام. ما هو احنا لو حطينا ان المده 6 ايام حضرتك هتخلص يوم الامتحان الصبح، فاحنا مدتنا 4 ايام. هعمل فيهم ايه؟ باب كهربية، باب حديثة. يا عم مش هقدر. انت بتقول ايه انت؟ طب اسمع بس بالراحه. انت ايه المطلوب منك في الفيزياء؟ اولا انت لسه مخلص مراجعه نهائيه، فعلى ممكن تقول نسيت شويه، بس على الاقل حضرتك كنت بتحل شوامل. فالمنهج على الاقل في دماغك. يعني اي مساله ممكن الصعب أوي مش هتحلها، بس المعقول تفكر في المنهج، فاكر مش عارف ايه الكلام ده كله. اولا كده انت يا باشا في صفحه في المرشد لو تعرف تنزله وتذاكره، او لو في مدرس انت مشترك معاه نزل لك ملف PDF في المقالي تذاكره. يا دكتور لو في مقالي ما حدش يعرف، بس تحسبا للغدر. الازهريه غدارين، احنا عارفين كده الازهريه غدارين، فتحسبا للغدر يا باشا ذاكر المقال. خلصنا من المقال. تعالى بقى نشوف ايه هنعمل ايه في الفيزياء دي. اولا لو انت مش فاكر شرح، اسمع شرح في مده لا تتجاوز 3 ساعات. لو الفيديو 6 ساعات سرع يا باشا في 2 وخليه 3 ساعات. تمام. ده كده الفصل. خلص الشرح كله مره واحده، يعني اسمع شرح الكهربيه والحديثه مره واحده. بعد ما سمعت الشرح خش ذاكر من الكتاب. انهي كتاب؟ اللي انت بتذاكر منه طول السنه. الكتاب اللي معاليك بتذاكر منه طول السنه خش ذاكر منه. تمام. بعد ما ذاكرت هات لي بقى كده ايه، حل. حل من كتاب ايه؟ حل من كتاب المراجعه اللي انت كنت تحل منه، او شوف كتاب مراجعه تاني حل منه. انت ازهر فما ما تعليش دماغك. هو مذاكره مدرسك او كتاب الامتحان. كتاب الامتحان وكفى الله من شر القتال. بس خلاص، ما انت تجيبليش بقى لو سام ومش عارف ايه الكلام ده كله. حتى التربيه والتعليم ما يحلش الوسام. ماشي. بشوف انت المدرس انت بتحل كل شويه معايا، سواء كان مستر محمد مجدي او مستر محمد عبد المعبود، المذاكره بتاعته حل منها. الاخطاء اللي غلطت فيها اثناء المراجعه تراجعها. الاخطاء اللي غلطت فيها اثناء الكويزات تراجعها. اخطاء الامتحانات الشوامل اللي على الفصل لا تتراجع. اليوم اللي هيعدي احنا مش راجعين له تاني، الفصل يتفرم. بعد ما خلصت الفصل حضرتك تروح لي على الامتحانات الشامله، تشوف لي الفصل ده جاي ازاي في الامتحانات، تخلص كل الاسئله اللي جات عليه. تمام كده. طب تاني نعمل ايه؟ هسمع شرح، هروح اذاكر من المصدر، اذاكر من اول السنه. بعد ما ذاكرت المصدر هحل كتاب مراجعه نهائيه، هراجع الاخطاء بتاعتي، هراجع على
اخطاء الكويزات والشوامل وكل غلطات الواجب. بعد كده بقى خلصت، روح شوف الامتحانات الشامله، امتحانات سنين سابقه، الامتحان ده جه ازاي، بس الفصل ده جه ازاي في الامتحان. طب انا مطلوب مني كام امتحان؟ اللهم صل على حضرتك، مطلوب منك من 21 عام لحد 24 عام، اول تاني تجريبي والنماذج الاسترشاديه. حضرتك مطلوب منك ايه ازهر؟ والله مطلوب منك من 2017، من 2017 لحد 2024 اول تاني تجريبي. تمام كده، عشان كده قلت لك وتجريبي السنه دي، وعشان كده قلت لك هما يومين، احنا قدامنا 4 ايام بس. يا دكتور يا ريتني بعد ما سمعت كده يا ريتني ذاكرت ومش عارف إيه. قلت لك في اول الفيديو الموضوع راح خلاص، ما تكتبش على نفسك وتضيع النهارده كمان. خلاص اللي راح راح. تمام، اللي حصل حصل، نركز في اللي جاي. ازاي بقى تخش في جروب التليجرام اللي تحت، هتلاقي في لينك كده في جروب التليجرام، خش فيه هتظبط هناك. ومتنساش تدعي اخوك دعوة حلوة، وكل سنة وانت طيب يا احلى دكتور مهندس في الدنيا كلها. يلا يا عم فتحت نفسك اهو، روح ذاكر بقى.